يا مساء الخير. النهارده قررت اعمل محشي بصل من قبل ما انقل البيت وانا نفسي فيه. فباخد البصل الكبير سواء الاصفر او الابيض. اول حاجه هنقشر البصل. هاخد البصله واعمل فيها خط من هنا كده لحد ما اوصل للنص. خليني اغسله. هنا الميه بتغلي، هحط فيها البصل. بياخد بالظبط 5 دقايق. هنحضر الصلصه. انا بحب اعملها بزيت الزيتون. هضيف هنا بصل وعليه الثوم، وعايزاه ياخد لون حلو كده. احطه في ميه كده عشان يبرد ويبقى تفكيكه اسهل بالشكل ده. شوفوا اخد لون حلو كده. هضيف عليه دلوقتي عصير الطماطم، ملح، فلفل اسود، وبس. هغطيه يتسبك. وتسبكت تسبيكه عسل. شوفوا انا هضيف عليها رز مصري، كمان شويه بصل، سنه ثوم. انا هضيف بقدونس، معلقه كبيره من دبس الرمان، واقلب عندي الخلطه كلها. البصل فككناه بالطريقه دي كده. الكبيره هقسمها نصين، وبعدين الحشوه اهي وبنلفها بس كده اهي. انا حاطه هنا بس ورقه خبز في الصينيه اللي هدخلها الفرن، وهكمل بنفس الطريقه. احضر السقوه اللي هسقي بيها مكعب مرق، معجون طماطم، وهضيف عليهم ميه مغليه واقلبهم نسقيه. هحط على الوش ورقه خبز كده واغطيه بالقصدير على الفرن اعلى حراره، وهخليه لمده ساعه. هنكشف عليه دلوقتي علشان نحمره. وشوفوا بعد ما اتحمر، انا بحب اقدمه مع دبس الرمان، والرمان هيفمر.